بيبدأ فيلمنا في وسط الحرب الدموية سنة 1904 أثناء الحرب الروسية اليابانية. حصلت المعركة بينهم في اوتيل 203 متر. المنطقة دي بتكون من أكتر الساحات القتال دموية على الإطلاق، وكان في الخطوط الأمامية في الحرب 130 ألف جندي ياباني علشان يستولوا على القاعدة البحرية الروسية بورت آرثر. كان عدد الجرحى والقتلى 60 ألف جندي ياباني و46 ألف جندي روسي، والجنود اللي كانوا لسه عايشين كان عددهم قليل جدا، ولأن الحرب دي استمرت أكتر من أسبوعين فالجنود اليابانيين كانوا ميتين من الجوع. ده غير إن الذخيرة كلها خلصت. الروس استغلوا الموقف ده وبدأوا يضربوا عليهم بالقذائف بالمدفع علشان يخلصوا على آخر مجموعة منهم، لكن اليابانيين مش بيستسلموا وبيهجموا عليهم بكل شجاعة وقوة، والاشتباك بينهم بيكون عنيف جدا. وبنشوف منهم جندي اسمه ساتشي بيهجم عليهم بكل شجاعة بقلب ميت، وعلى الرغم من انه بيطعن بالسيوف وبيضرب بالنار لكن بيفضل عايش ومش بتحصل له حاجة، وبيقدر انه يقتلهم كلهم. وبعدها بيقوم ساتشي وبيعلن فوزه على الروس وبيقول على نفسه سوجيبوتو الخالد. بعد ما بتعدي سنتين على الحرب بنروح على بلدة اسمها هوكايدو. بنشوف فيها ساتشي وهو بيدور على أجزاء الذهب الصغيرة اللي سمع عنها إنها موجودة في النهر ده، وده لأنه مش معاه أي فلوس. وساعتها بنشوف معاه راجل سكران وبيستغرب من اللي عمله ساتشي لأنه سمع عن اللي عمله في الحرب، والناس كلها أطلقت عليه السوجيموتو الخالد لأن المدافع والرشاشات ما قدرتش إنها تخلص عليه، والمفروض إنه يكون أغنى شخص في البلد دي ويكون عنده ثروة كبيرة جدا. ساعتها ساتشي عرفوا إنه بعد الحرب كان من المفروض إنه ياخد الميدالية الذهبية، لكن للأسف اتعصب على ضابط أعلى منه في الرتبة وقتله، وعلشان كده اتحرم من كل ده وقرر إنه يتقاعد من الجيش. ساعتها الراجل السكران بيضحك وبيقول له علشان انت مصر انك تلاقي الذهب انا هحكي لك على قصة توصلك لكنز ضخم جدا. وبيبدأ بعدها يعرفه ان النهر ده كان زمان مليان ذهب بكميات كبيرة جدا، كان شعب الإينو بيخزن أكبر كمية منه علشان يقدروا يحاربوا الاستعمار لأنهم يبقوا الشعوب الأصلية لليابان. لكن واحد من المستعمرين دول عرف بالخطة بتاعتهم وقدر انه يسرق الذهب كله بعد ما قتل ناس كتير من شعب الإينو، بس ملحقش يفرح بيه لأن الشرطة فضلت وراه لغاية ما قبضت عليه وسجنته في سجن أباشيري. بعدها بدأوا يعذبوا فيه جامد جدا علشان يعرفوا منه مكان الذهب فين، لكن هو كان عامل حسابه قدر يخفي الذهب في مدينة اسمها هوكايدو، وقضى حياته كلها وهو بيتعذب، وكان رافض انه يعرف اي شخص مكان الذهب. ولما الشرطة تعبت من التعذيب فيه قرروا انهم يعدموه، لكن هو قرر يستخدم كل زمايله اللي محكوم عليهم بالإعدام معاه ويعملهم كخريطة ليه، ورسموا شوم على جسمهم بمكان الذهب، وبعدها الشرطة خدتهم علشان تنقلهم لسجن تاني. ساعتها المساجين استغلت الفرصة دي وهم في طريقهم للسجن الجديد بيهجموا على الحراس وبيقتلوهم كلهم، وهربوا في الغابة وهم معاهم سر الكنز، ولغاية النهاردة مفيش أي شخص يعرف مكانهم أو حتى أساميهم. وعلى الرغم ان ساتشي ما كانش مصدق القصة دي لكن اقتنع انها ممكن تكون حقيقية، خصوصا انه هيعمل اي حاجة علشان يوصل. وبعد ما بيفوق ساتشي من نومه بيلاقي الراجل السكران ماسك بندقيته وبيحاول يقتله لانه حكاله عن تفاصيل الكنز كلها وخاف احسن يدور عليه، لكن ساتشي بيخبطه على دماغه بطوبة وبيقول له انه خالد. وساعتها بيفوق السكران من اللي كان شربه وبيطلع يجري منه. بعدها ساتشي بيتحرك في الغابة وبيتفاجئ بجثة متجمدة قدامه، ولما راح علشان يخرجها من التلج بيتصدم بإن معدته متاكلة، وده بسبب هجوم دب ضخم عليها. لكن بياخد باله من حاجة أغرب في الجثة وبيتفاجئ إن عليها أوشام كتير بتشبه قصة الوشم اللي حكاها السكران، وهنا بنعرف إن ده واحد من المساجين اللي هربت. وساعتها ساتشي بيقرر إنه ياخد الجثة معاه علشان يبدأ البحث عن الكنز المفقود، لكن وهو ماشي بيظهر له دب ضخم وبيهجم عليه بكل شراسة، وساتشي بيحاول ان هو يمسك السلاح بتاعه لكن بسبب الجثة اللي كتفته مش بيعرف يتحرك كويس وبيوقع على الارض، وكان على وشك ان الدب يهجم عليه، لكن بتظهر بنت وبتضرب سهم على الدب بتقضي عليه بيه. بنعرف ان البنت دي تبقى من شعب الإينو الأصليين، وبعدها بتجري بسرعة على الدب علشان تخرج منه السهم قبل ما السم ينتشر فيه علشان يقدروا يستفادوا من اللحمة بتاعته وكمان الفرو.
بعدها بتسأله هيروح فين بالجثة، بيرد عليه ساتشي وبيعرفها إنه هيروح بيها لأقرب مدينة. بيضطر ساتشي إنه يحكي لها الحقيقة وقصة الكنز، وبيفرجها كمان على الوشم اللي على الجثة، وبيقول لها إن لو القصة دي فعلا حقيقية يبقى لازم إنهم يحتفظوا بالجثة دي وكمان يلاقوا باقي المساجين. وبيطلب منها تساعده علشان يلاقي الكنز بما إنها يعني محترفة في الصيد وعارفة المكان كويس. بعدها بيتفاجئ ساتشي إن البنت صدقت كلامه، وبتعرفه إنها مصدقاه، وده لأن باباها كان من ضمن الناس اللي كانوا بيجمعوا الذهب واتقتلوا زمان. لكن بعدها بتغير الموضوع وبتقول لساتشي لازم يجمعوا خشب ويولعوا نار علشان يعملوا كمين للدب. وأثناء ما الحوار داير بينهم بتاخد بالها البنت إن الأوشام اللي على الجثة متجمعة على منطقة الصدر، وساعتها ساتشي بيسألها عن معنى كلامها ده، بترد عليه وبتقول له إن اللي سرق الذهب ما كانش ناوي يقسمه مع أي شخص. وبعدها بيروحوا يجمعوا الخشب علشان يجهزوا الفخ، لكن فجأة بيظهر الدب ورا ساتشي وبيهجم عليه، وبيكون ساتشي بيحاول ان هو يدافع عن نفسه لكن الدب مش بيديله فرصة يعمل كده. وفي نفس الوقت بتكون البنت بتحاول انها تصيبه بالسهم لكن مش بتعرف انها تصيبه لان النار اتطفت والدنيا ضلمة، وبيكون ساتشي بيصرخ عليها وبيحذرها انها تضرب علشان ما تغلطش في التصويب. واول ما ساتشي بيكون على وشك انه يخرج السكينة علشان يقتل الدب، البنت بتضرب السهم عليه لكن للأسف مش بيخترقه، وساعتها الدب بيتعصب جدا وبيجري عليها علشان يقتلها، لكن فجأة بيظهر ذئب أبيض وبيهجم على الدب وبيبعدوا عنها. وساعتها ساتشي مسك بندقيته وضرب على الدب نار، والدب اتعصب أكتر وجري على ساتشي بكل شراسة، لكن ساتشي طعنه بالسكينة في قلبه وخلص عليه. وساعتها الذئب مشي في الغابة بعد ما اتأكد إن البنت بقت بخير. وتاني يوم بنشوفهم وما بيعملوا فخاخ للحيوانات علشان يلاقوا أي حاجة ياكلوها. وبعدها بشوية ساتشي بيقول لها إن أكيد المساجين بعد ما هربوا من السجن راحوا على مدينة كبيرة زي أوتارو علشان يقدروا يستخبوا بين الناس. بعدها بيوصلوا لهناك وبدأوا يسألوا الناس عليهم، لكن محدش من السكان قال لهم الحقيقة، لكن بيعرفوا من شخص إن في حد جالهم قبلهم وسأل على نفس الأوشام دي. بيكون في شخص بيراقبهم من بعيد وهم بيسألوا الناس، وهم في طريقهم للغابة بيظهر لهم شخصين تاني، واحد منهم ماسك مسدس وماشيين وراهم علشان يقتلوهم، لكن للأسف بيقعوا في الفخاخ اللي كان عاملها ساتشي. وبيعرف ساتشي إنهم من ضمن المساجين اللي هربوا لأن الأوشام على جسمهم. ساعتها ساتشي بيسألهم عن باقي المساجين وبيتصدم لما بيعرف من واحد فيهم اسمه شراشي إن كل المساجين اتخانقت مع بعض وكل واحد مشي في طريقه لوحده. وساتشي طلع سكينته علشان يقتلهم ويسلخ الوشم اللي على جسمهم، لكن عسير بقى بتوقفه وبتقول له إنه وعدها ما يقتلش حد، لكن ساتشي بيعرفها إنه كان بس بيهددهم وبيخوفهم. وبعدها أساربا بدأت ترسم الوشم اللي على جسمهم على ورق وبتسأل على الشخص اللي رسم لهم الوشوم دي، وواحد من المساجين دول بيعرفها إنه كان اسمه نوباربو. وقبل ما يكمل كلامه في شخص مجهول بيضرب عليه نار وبيقتله، وفي ثواني ساتشي بياخد أساربا وبيستخبى، وبعدها بيضرب نار على الشخص ده بشكل عشوائي لغاية ما أساربا بتولع في الزرع وبتصنع دخانة علشان يقدروا يهربوا منه. وأثناء ما بيكون الحوار داير بينهم بيشوفوا المسجون شراشي وهو بيهرب بينهم، وبسرعة بيجري وراه ساتشي علشان يمسكه، وبتستمر المطاردة بينهم لغاية ما بيقعوا هما الاتنين في النهر الجليدي وبيطلعوا منه وهم متجمدين من برد جدا. ساعتها ساتشي بيحاول يولع نار بالكبريت لكن بيفشل وبيضطر يدخل للنهر تاني علشان يلاقي الرصاص اللي وقع منه، وشراشي بيعرض عليه انه يساعده في مقابل انه يسيبه يمشي. ولما بيوافق ساتشي بيخرج شراشي رصاصة من بقه، وبسرعة بيروحوا هما الاتنين بيولعوا بيها النار قبل ما يموتوا من البرد. بعدها بتكمل أساربا رسم الوشوم من جسم شراشي اللي بيعرف ساتشي إن كان عدد المساجين 20 واحد وكلهم أخطر من بعض، بس الأخطر منهم كلهم هو رئيسهم اللي أمرهم إنهم يهربوا باربو. بيعرفوا كمان إن باربو ده لوحده قتل كل الجنود وقت هروبهم، وإن كل اللي يعرفوا عنه إنه يبقى ساموراي خطير وتابع للمملكة اليابانية القديمة. وبيعرفوا بالسر الأخير إن الرئيس هو اللي أمرهم إنهم يروحوا لبلدة أوتارو. في الناحية التانية بنشوف قائد مجموعة المساجين الهاربين وهو بيحاول يجمع المساجين مرة تانية، وبيعرض عليهم إنهم يقتلوا الفرقة السبعة للجيش وياخدوا الوشوم اللي معاهم علشان يلاقوا الكنز ويقسموه ما بينهم. بعدها ساربا بتاخدوا الكوخ بتاعها علشان ياكلوا السناجب اللي اصطادوها، وكمان بتعلموا ازاي يطبخها لوحده. ساعتها ساتشي بدأ يحس ان أساربا بقت مهمة جدا في حياته،
بنرجع مرة تانية لأسيربا اللي بتاخد ساتشي اللي كان في الدب علشان يصطادوه، وعرفته ان الدب مش بيقتل اي شخص بيدخل عنده. لكن فجأة سيربا بتاخد بالها ان في حاجة بتلمع فوق الجبل. ساعتها بياخدها ساتشي وبيهربوا بسرعة من المكان لانها بتكون منظار، لان كده بيكون في حد بيراقبهم. وفعلا بيتضح ان في مجموعة من جنود الفرقة السبعة بيطاردوهم وعايزين يقبضوا عليهم. ساعتها ساتشي بيدي لأسيربا الوشوم وبيقول لها تاخدها وتروح تستخبى في حتة بعيد عن هنا. لكن واحد من الجنود طلع من المدينة وعارف كل الخدع اللي بيستخدموها في الهروب، وعلشان كده قدر يعرف مكان أسيربا بكل سهولة، وبيلاقيها مستخبية فوق الشجرة وبيطلب منها انها تنزل وعرفها انه مش هيأذيها. وفعلا أسيربا بتسمع كلامه وبتنزل من الشجرة وبتسيب الوشوم فوق الشجرة، لكن وهي بتنزل من غير قصد بتوقع الوشوم. وساعتها الجندي بياخد باله منها وبيروح يمسكها، وبمجرد ما بيشوفها بيتصدم. بتكون أسيربا على وشك تقتله بسهم، لكن الجندي بياخد باله منها وبيحذرها تعمل كده، وبيكون هو قرر انه يقتلها وبيكون على وشك يضربها بالنار. بيظهر الذئب الأبيض من تاني وبيهجم عليه وبينقذها منه. في نفس الوقت بيكون ساتشي بيحاول يهرب من الجنود، لكن بيقدروا يوصلوا له وبيقبضوا عليه كمان. ساعتها ساتشي بيحاول انه يخدعهم وقال لهم انه صياد وجاي على الغابة علشان يصطاد من مكان محظور، لكن من سوء حظه واحد من الجنود اتعرف عليه وقال له انه شافه في المستشفى بعد الحرب، وكمان عرف زمايله اللي معاه انه يبقى سوجيموتو الخالد اللي هجم على زميلهم وحاول انه يقتله. ساعتها ساتشي جري بسرعة منهم ودخل في كهف الدب يستخبى منهم، ولما حاولوا يخرجوه منها خرج الدب وخلص عليهم واحد ورا التاني. قدر ساتشي يتخلص منهم بكل سهولة، وكمان أخد معاه الدب الصغير لأن باباه مات في المعركة دي. وبنرجع تاني لأسيربا وبيكون الذئب ماسك الجندي ونازل فيه ضرب وكان على وشك انه يقتله، لكن أسيربا وقفته على آخر لحظة ومنعته يعمل كده لأنها مش بتحب القتل. بعدها بتتقابل هي وساتشي في الطريق، وبيكون ساتشي خايف جدا من أسيربا أحسن تاخد بالها من وجود الدب الصغير معاه وتاخده منه، لكن أسيربا بتطمنه وبتقول له إنها بتاخده على قريتها علشان يربوه هناك. وفعلا بعدها بيروحوا على القرية وبيكونوا مقررين إنهم يباتوا هناك اليوم ده. وعلى الرغم إن ساتشي مش بيكون فاهم حاجة من اللي بتحصل ولا فاهم لهجتهم، بس الأطفال هناك حبوه جدا. بالليل وهي أسيربا نايمة بيجي عمها وبيسلم على ساتشي وبيقول له إنه أكيد يبقى شخص كويس لأنه شايف أسيربا مبسوطة معاه، وكمان عرفه بقصة الذئب اللي دايما بيجي علشان ينقذها وبيساعدها، وعرفه كمان على اسمه اللي بيكون رايتر، وإن أسيربا وباباها زمان أنقذوا الذئب ده من دب ضخم. على الرغم من إنه كبر وسابها وعاش في الغابة مع باقي فصيلته، إلا إنه كان دايما جنبها لما تحتاجه. ساعتها ساتشي بدأ يحس بقيمة أسيربا بالنسبة لأهلها وقابلتها، فقرر إنه يمشي ويسيبها علشان تفضل في أمان وسط أهلها. وتاني يوم الصبح لما بتصحى أسيربا من النوم ومش بتلاقيه بتتضايق جدا لأنه مشي وسابها. وفي نفس الوقت بيكون ساتشي كان وصل للمدينة وعرف إن في شخص شاف واحد من اللي مرسوم على جسمهم أوشام، لكن لما راح يسأل عنه بيتفاجئ بكمين معمول له، وعرفت الشرطة بوجوده. ساعتها ساتشي حاول إنه يهرب منهم بسرعة، لكن للأسف بيتكتروا عليه وبيفضلوا يضربوا فيه. وبيوصل بعدها تسورمي وبياخدوا معاه لمقر الفرقة بتاعته لأنه بيكون عارف إنه يبقى ساتشي الخالد اللي هجم على الجندي فوق الجبل، وقال له إنه عايز كل الوشوم اللي معاه. وبعدها بيسيبه يمشي، لكن ساتشي بيمثل إنه ما يعرفش حاجة عن الكلام اللي بيقوله، وقبل ما يكمل كلامه تسورمي بيطعنه بخلة خشب في بقه، وبعدها عرض عليه إنه يشتغل معاه علشان يوصله للذهب ويسيطروا على مدينة هوكايدو. لكن ساتشي بيعرفه إنه كل الكلام ده مش فارق معاه، وإنه من المستحيل إنه يتعاون مع واحد زيه. وفي نفس الوقت ده بتكون أسيربا بتدور على ساتشي في المدينة مع الذئب رايتر اللي قدر بحاسة الشم القوية لشرابه يوصل لمكان شراشي بدل ما توصل لمكان ساتشي، لأنه بالغلط اتبدل شرابه بشراب شراشي. ساعتها أسيربا بتضربه على راسه لأنها بتكون مستغربة إن رايتر وصلها ليه هو مكان ساتشي. بعدها بتمسك السام وبتهدد بيه شراشي وبتطلب منه يساعدها إنها تلاقي ساتشي. وفي الأول لما رفض كان الذئب هياكل دماغه، لكن بعدها بيوافق وبيعترف لها إنه شافه لما كانت الفرقة السبعة نازلة في ضرب وقبضت عليه وخدوه على المقر بتاعهم. ساعتها أسيربا بتقرر إنهم يروحوا على هناك ويدوروا على طريقة يخرجوه بيها. ساعتها ساتشي كان بيتعذب من الجنود هناك علشان يعترف على مكان الوشوم الباقية، لكن قدر إنه يفك نفسه وهجم عليهم ونزل ضرب فيهم لغاية ما باقي الجنود وصلوا وبعدوهم عن بعض.
وفي الوقت ده سيربا وشراشي بيكونوا عملوا خطة علشان ينقذوا بيها ساتشي ويهربوا بسرعة قبل ما حد ياخد باله. وشراشي دهن جسمه بمادة دهنية ودخل من شباك الأوضة بأعجوبة، لكن من سوء الحظ واحد من الجنود دخل على ساتشي قبل ما يهرب علشان يقتله، لكن ساتشي قدر يتخلص منه ويقتله، وخدع الباقيين بإنه الجندي فرتك أحشائه وحالته صعبة جدا. وقال لتسورمي إنه لو أنقذه هيجيب له كل الوشوم وهيعمل له أي حاجة هو محتاجها منه. ساعتها تسورمي بيفرح جدا وبيؤمر الجنود ياخدوه بسرعة على أقرب مستشفى وينقذوه قبل ما يموت. وبعدها تسورمي بالصدفة بيروح يشوف جثة الجندي الميت واكتشف إن ساتشي خدعه وإن الجندي ما عملش فيه حاجة. في نفس الوقت كان في ساتشي هاجم على الجنود ونازل فيهم ضرب موت، بيتخلص منهم واحد ورا التاني، لكن آخر واحد بيكون قوي جدا وبيقعوا هما الاتنين من عربية الجليد، بس بيكونوا ماسكين في الحبل بتاعها. وفجأة بتظهر سيربا فوق المباني وبتنزل بسرعة على العربية وبتساعد ساتشي وبتقطع الحبل من الجندي التاني. وساعتها سيربا بتنط على الحصان وبتقطع حبل واحد من العربية وبتنادي على ساتشي وبتديله العصاية بتاعتها، وأول ما بيمسكها بيضرب بيها الجندي على دماغه بيفقده وعيه. وبينط ساتشي على الحصان مع سيربا وبيدمروا العربية بالجندي في الجليد. وكانوا مفكرين انهم اتخلصوا من كل المتاعب، لكن للأسف بيظهر لهم تسورمي وبيحاول يقتلهم، لكن سيربا بتضرب حصانه بسهم وبتوقعه على الأرض، وأخيرا بيقدروا هما الاتنين يهربوا منه. لكن لما بيرجع تسورمي للمقر بتاعه مرة تاني بيلاقيه متولع فيه، والجنود بتعرفوا انهم ما قدروش يخرجوا الأوشام من جوه. ساعتها تسورمي بيفاجئهم وبيقول لهم انه كل الأوشمة معاه، وبيقلع الجاكيت وبيفرجهم عليها وبيكتشفوا انه كان لابسهم على جسمه طول الوقت. وفي الناحية التانية بيكون ساتشي وسيربا وصلوا للغابة، وساعتها كانت سيربا متضايقة جدا من ساتشي علشان اللي عمله، ومن غيظها ضربته على دماغه بالعصاية علشان ترتاح وتهدى. وبعدها بيقعدوا هما الاتنين يتعشوا مع بعض، وبيجي لهم كمان شراشي ياكل معاهم. وفي نهاية الفيلم بنشوف قائد مجموعة الهروب ومعاه مساجين تانيين، وهم بيعرضوا على أكتر من مجموعة أنهم ينضموا ليهم في رحلتهم، لأنهم مستعدين يعملوا أي حاجة علشان يوصلوا للكنز ويسيطروا على المدينة. بكده بينتهي ملخص فيلمنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل ملخصاتنا الجديدة. سلام.